سلام للجميع، رجعت فيديو جديد ووصفة جديدة. إن شاء الله تعجبكم وصفة اليوم. قبل بداية الفيديو ما تنسوا تصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم جبت لكم تاكوس مشخشخ ما شاء الله بطريقة جديدة وفكرتي إن شاء الله تعجبكم الطريقة. هذه هو التاكوس تاع اليوم، ادوا منه فكرة فقط راح يجيكم صدقوني بنين 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 بنين. درتلكم غير الحشوة فقط لكم تعرفوا التاكوس كيفاش يخدموا كيفاش كل شيء. حبيت نعطيكم غير الوصفة تاع الحشوة فقط. هنا واش ديت صدر كامل تاع دجاج، درت عليه حبة بصل تكون متوسطة الحجم، درت معاهم تقريبا 3 مغارف في الزيت، يعني طيبتهم مليح هذاك البصل واللحم. درت عليهم فلفل حلو وزدت عليهم توابل. بالنسبة للكريمة كما راكم تشوفوا فيها ما حطيتهاش، درت كاس حليب، مغرفة كبيرة فرينة، درت توابل تاع الشاورما، ودرت لفاح فلفل كحل والملح، عفوا لفاح ما ديريش، درت فلفل كحل، درت شوية ملح ما تزوديش، درت مغرفين كبار فرماج، ودرت معاهم كم فرماج مبشور. راح تشوفوها كيفاش تعقد هذيك لاصوص. بالنسبة للحشوة كما راكم تشوفوا واش درت في من التوابل، درت مغرفة كبيرة طماطم مصبرة. بعد ما طاب كل شيء درت توابل، ومن بعد درت مغرفة طماطم مصبرة، قليتهم مع بعضهم كولا. هنا بعد ما طابت قليت هنايا البطاطا، وهذه هي الصوص كما راكم تشوفوها كاش عاقدة ما شاء الله. كما قلت لك درت هذاك اللحم، يعني ريحتها راح خفيفة في الاشواط، راح خفيفة. بعد ما طبت هذيك البطاطا رحت عليه هذيك الكريمة تاع الفرماج كما راكم تشوفوا. راح نحط لكم في صندوق الوصف كيفاش طيب كما قلت لكم. نخلط كل شيء مع بعضه كما راكم تشوفوا، وهذه تكون حاضرة للحشوة. زديها غير فهريسة وتكوني موجدتها. يعني الحشوة ما شاء الله جتني بنينة صدقوني، فكرة بسيطة جت ما شاء الله، يعني طريقة روعة. إن شاء الله تعجبكم وصفة اليوم. ما علي إن شاء الله نقول لكم فيديو جديد ووصفة جديدة، وإلى اللقاء. سلام.